السادة الأعزاء مشاهدي أغا سمارت ستور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة استكمالية مفصلة لموديل عملنا عنه حلقة مختصرة قبل كده من موديلات HP الرائعة لأجهزة محطات العمل الورك ستيشن. جهاز بيجي بمروحتين تبريد لأنه مصمم للعمل الهندسي وال3D والجرافيكس والمونتاج في المقام الأول، وكذلك قادر على تشغيل ألعاب كتير قوية حديثة. مصمم بواسطة أحد أكبر خبراء التصميم، وهو المصمم الأول لأجهزة أبل المصمم الشهير جوني إيف، وعمل تصميم رائع ألترا سليم بزوايا منحنية في المنظر رهيب، ومتميز لأبعد الحدود في الشكل والحجم وخفة الوزن، وكذلك الجسم المعدني القوي، وكذلك متفوق على معظم نظرائه اللي بينزلوا بنفس كارت الشاشة انفيديا كوادرو M1000M، وده لأن حجم كارت الشاشة فيه 4 جيجا بايتس. وده اللي هنذكر لحضراتكم ليه في الموديل ده بالذات نوع كارت الشاشة ده 4 جيجا بايتس، إنما في معظم الموديلات التانية المنافسة حجم الكارت 2 جيجا بايتس. نقدر نقول إنه موديل متكامل كجهاز لراغب الحاجة الشيك والوزن الخفيف، وتفوق على نظيري في ديل الموديل ديل بريزيشن 5510 في أمور هنذكرها لحضراتكم في الفيديو. فتابع الحلقة لنهايتها عشان تعرف إيه بيميز اللابتوب ده عن موديلات كتير في HP نفسه، وكذلك بيميزه عن موديلات كتير في شركات تانية، وتشوف مدى ملائمته ليك لو بتفكر في جهاز للعمل الهندسي والجرافيكس والريندر في المقام الأول والألعاب في المقام الثاني. وهنحلل ليك كل تفصيلة في الجهاز عشان قناتنا هي القناة الوحيدة اللي هتقابلك مرجع أساسي لللابتوبات، ومش بنحلل قطعة عندنا زي معظم التحليلات حد عنده جهاز عايز يبيعه بيقول إمكانيات القطعة اللي في إيده، إنما احنا بنقدم لك مرجع أساسي هيكون الأول من نوعه على اليوتيوب عالميا، مش مجرد بس باللغة العربية. فتابعنا ودعمنا عشان من خلالنا إن شاء الله هتكون قادر على معرفة كل صغيرة وكبيرة عن كل أنواع اللابتوبات. HP ZBook G3 Studio موبايل ورك ستيشن، إصدار رائع من HP ظهر في السوق أول مرة في منتصف عام 2016، وحقق طفرة هائلة في المبيعات نظرا لشكله المتميز، وكمان الجسم المعدني المكون من سبيكة الألومنيوم والمغنيسيوم، وكذلك سهولة الحمل ودقة الصناعة في التصميم. أيضا متميز بكيبورد رائعة انسيابية سهلة التعامل، وفي اختبار تيم فاستفينجر.com بتدي 74 كلمة في الدقيقة بدقة 97%. كذلك وزنه متميز حوالي 2 كيلو جرام، بيخلي فيه سهولة في حمله والتنقل بيه بسهولة. لو جينا نتكلم عن المعالجات اللي بينزل بيها جهازنا النهاردة، بيجي بمعالجات كلها في الجيل السادس، وترتيبها من الأقوى للأقل قوة كالتالي: أعلاهم انتل زيون E3 1545M V5، ده السرعة بتاعته 2.9 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 3.8 جيجا هرتز، رباعي النواة ب 8 ميجا بايتس كاش. يقل عنه في القوة مباشرة انتل زيون E3 1505M V5، ده السرعة بتاعته 2.8 جيجا هرتز، والماكس توربو سبيد بتاعه بيوصل ل 3.7 جيجا هرتز، ايضا رباعي النواة ب 8 ميجا بايتس كاش. يقل عنهم في القوة مباشرة انتل كور اي 7 6820 HQ، ده سرعته 2.7 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 3.6 جيجا هرتز، رباعي النواة ب 8 ميجا بايتس كاش. يقل عنه انتل كور اي 7 6700 HQ، ده السرعة بتاعته 2.6 جيجا هرتز، والماكس توربو سبيد بتاعه بيوصل ل 3.5 جيجا هرتز، ده رباعي النواة ب 6 ميجا بايتس كاش. في الكور اي 5 بيجي باتنين معالجات، اعلاهم كور اي 5 6440 HQ، سرعته 2.3 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 3.5 جيجا هرتز، رباعي النواة ب 6 ميجا بايتس كاش. المعالج الثاني في الكور اي 5 هو كور اي 5 6300 HQ، سرعته 2.6 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 3.5 جيجا هرتز، ايضا رباعي النواة ب 6 ميجا بايتس كاش. جميع المعالجات دي ب 8 ثريدز او 8 مسارات، يعني كل نواة منقسمة 2، ما عدا اخر معالجين في الكور اي 5 دول رباعي النواة فقط. بالنسبة للرامات بيجي ب2 ديم سلوتس، يعني مدخلين بيقدر يشيل حتى 32 جيجا بايتس رام كماكسيمم، يعني قطعتين
مدخلين 16 و16. اما التخزين في مدخلين M.2 بيقدر يشيل هاردات مقاس 2280 SSD او NVMe. بالنسبة للشاشة بتاعته بيجي بثلاث انواع شاشات مقاس 15 و6 بوصة. الشاشة الاولى فول HD IPS بريزوليوشن 1920 في 1080، والشاشة الثانية نفس الريزوليوشن فول HD IPS 1920 في 1080 بس تاتش سكرين. اما الشاشة الثالثة بتكون 4K UHD بدقة 3840 في 2160. بيجي بسماعات مدعومة بتقنية بانج اند اولوفزن، وصوته من اروع السماعات اللي انتجتها HP في العموم. نتكلم بقى عن كروت الشاشة اللي بيجي بيها جهازنا النهاردة. بيجي بكارتين شاشة لا غيرهم. طبعا كارت الشاشة الاول الانتل المدمج في المعالج، اما كارت الشاشة الخارجي هو انفيديا كوادرو M1000M. ده الحجم الفعلي بتاعه 4 جيجا بايت GDDR5. كارت الشاشة ده بالتأكيد ناس هتسأل ازاي هو 4 جيجا بايت ودايما هو 2 جيجا بايت. الموضوع ده مرتبط بشركة انفيديا نفسها، اصدرت منه اصدارين، واحد منهم 2 جيجا بايت والتاني 4 جيجا بايت. الاصدار ال 2 جيجا بايت موجود في اجهزة شهيرة زي HP ZBook G3 15 وديل بريزيشن 7510 وديل بريزيشن 5510، كذلك فوجيستو سليزيوس H770 و MSI WS72. اما الاصدار 4 جيجا بايت منزلش غير في جهازين اتنين فقط. جهازنا النهارده HP ZBook G3 Studio، والجهاز الثاني هو لينوفو ثينك باد P50. وللعلم الاصدار ال 4 جيجا بايت قوي جدا، ولو قارناه باقرب كارت شاشه له في القوه هو كارت شاشه انفيديا GTX 960M. ده حجمه الفعلي 4 جيجا بايت GDDR5، وكذلك كارت الشاشه انفيديا كوادرو M2000M حجمه الفعلي 4 جيجا بايت GDDR5. كارتنا النهارده M1000M اقل منه في القوه حاجه بسيطه لا تذكر. اما في كروت الشاشه AMD اقرب كارت شاشه له في القوه هو كارت الشاشه AMD راديون RX 560. ده ايضا حجمه الفعلي 4 جيجا بايت GDDR5. كارت الشاشه بتاعنا النهارده انفيديا كوادرو M1000M متميز في البرامج الهندسيه والجرافيكس والريندر للمونتاج، وكذلك متميز في الجيمنج في المقام الثاني. هنتكلم عن المداخل اللي بيجي بيها جهازنا النهارده. بيجي بمجموعه مداخل متميزه جدا، وهي 3 مداخل USB 3.0 منهم واحد للشحن السريع. كمان بيجي بمدخلين ثاندربولت 3، وده المدخل الجبار اللي بيدعم توصيل USB 3.1 جنريشن 2، وبيدعم كمان توصيل كروت الشاشه الخارجيه، وبيدعم توصيل شاشات ال 8K، وبيدعم توصيل ديسبلاي بورت 1.2، وبيوفر معدلات نقل بيانات بتوصل ل 10 جيجا بايت في الثانيه، وبيدعم توصيل الطاقه بالاتجاهين تشحن منه ومصدر شحن للجهاز. للعرض على الشاشات بيجي بمدخل HDMI 1.4 وداعم لشاشات ال 4K. في ايضا مدخل لان للانترنت الشبكي، وكذلك في مدخل هيدفون ميكروفون مزدوج. في المجمل العام لو حضرتك مهتم بالشغل الهندسي والجرافيكس في المقام الاول في الجيل السادس، وفي نفس الوقت جهاز الترا سليم بشكل شيك وكمان بكارت شاشه متميز، فده يعتبر الخيار الامثل ليه، لان الموديل الوحيد المنافس له هو ديل بريزيشن 5510. هو يتفوق عليه في حجم كارت الشاشه انه 4 جيجا بايت، وده يديه الافضليه كخيار امثل في الشراء لجهاز ورك ستيشن الترا سليم في الجيل السادس. ما تنساش تشترك في قناتنا وتفعل زر الجرس واللايك والشير، لان ده بيحسسنا ان اللي قمنا بيه من مجهود في جمع المعلومات دي شيء ذو اهميه. وكمان ما تنسوش اننا بنعرض صور اجهزتنا عشان تشوفوا مدى جودتها، لاننا فقط من نمتلك الخبره والمصداقيه قبل وبعد البيع. روابط الشراء والتواصل في شرح الفيديو اول تعليق. تابع الفيديو للنهاية عشان تشوف الجهاز الرائع بتاعنا النهاردة من جميع الزوايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.